السلام عليكم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم جيت نحضر معكم الطريقة تاعي في تحضير المشواك. كما راكم تشوفوا في الصورة خرج هايل. ما راحش نشارك معكم طريقة كيفاش درت العجينة، راح نخلي لكم المقادير مكتوبة، يعني ما كانش عندي الوقت باش نصور كامل لي ديتاي. صورت لكم برك الشيء اللي نقدر عليه. المهم كما راكم تشوفوا لازم تخرج لكم عجينة طرية، ما لازمش تكتروا بزاف تاع الفارينة، لازم تكون طرية. من بعد راح نبدأ نشكل فيها. هنا هي يعني تشكلي عينك ميزانك، كاينين اللي يحبوا يستعملوا الميزان باش تخرج لهم كامل الحبات نفس الوزن. انا ما درتش الميزان، درت برك ببخي. المهم بعد ما كملت درت كامل العجينة كريات كيما راكم تشوفوا. جبت هذاك البياض تاع البيض اللي قعد لي نضربو هكا بالفرشيطه. من بعد ناخذ خديت كاوكاو ايفيلي، نتوما تقدروا تستعملوا اي كاوكاو كان عندكم. انا ما حمصتوش باسكو راح يطيب لي في هذيك الكاطو، دونك ما كان له تحمصوه سينو راح يجي محروق. المهم هنايا بعد ما نمرر كامل الكريات تاعي في بياض البيض، راح نزيد نمررها في الكاوكاو كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وراح نحطهم في لي كيسات باش يطيبوا فيهم. يعني كل شيء راه موضح في لا فيديو، طريقه سهله بزاف. وحبيت نشارك هذا الفيديو خاصه مع المبتدئات اللي يحبوا يتعلموا كيفاش يديروا الكاطو وكاع. هذا النوع من لي فيديو راح يستفادوا منها بزاف. فوالا بعد ما كملت يعني درت لهم كامل الكاوكاو من الفوق، راح نحطهم في صينيه ندخلهم الفرن باه يطيبوا. حبيت نذكركم ديروا دعم للقناه، يعني ديروا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. انا هنا راح نستعمل العسيله تاع المرجان. قالوا لي بلي المرجان بلي هذه تاع المرجان تجي مليحه بزاف، وصح جربتها شحال من خطره وهايله، انصحكم بها. ولا هنايا راح ناخذ كميه من العسيله، راح نسخنها. بعد ما طاب لي المشوك تاعي كيما راكم تشوفوا، راح نعسلو بهذيك العسيله اللي يعني اللي سخنتها. فوالا شوفوا كيفاش ولات كي تسخن يعني تطلق روحها. راح نعسل كامل الحبات تاعي غير كيما نحيتهم من الفرن، راح نعسلهم ديريكتومون، ما تخليوهمش بزاف باش ما يبسوش. يعني العسيله تاني ما تكونش بارده بزاف وما تكونش سخونه بزاف، يعني تكون نورمال. فوالا كيما راكم تشوفوا راني نعسل كامل الحبات. بالنسبه لا ديكوراسيون من الفوق، كاينين اللي يحبوا يديروا له حبه كاوكاو. هذيك الحبه تاع الكاوكاو ديريها قبل ما تطيب باش ما تنحاش. وكاينين اللي يحبوا يديروا الجوز ولا اللوز، كل وحده واش عندها. انا هاد الخطره حبيت نديرهم بلي شوريز، يعني بعد ما نكمل التعسال تاعهم راح تشوفوا كيفاش راح يخرج الشكل النهائي تاعهم رائع. فوالا انا شريت هاد البواطه، مشيتش بزاف على خاطر ما دارش كميه كبيره. اللي حاب يضاعف الكميه
يشري بواطه اللي تجي كبيره. انا ما راحش نستعملهم كيما راهم، راح نقسم كل وحده نقسمها على زوج. فوالا من بعد راح نديرهم من الفوق. بكري كنت نديرهم قبل ما نطيبها، ابري تولي لا كولور تاعهم ماشي شابه، دونك دو بريفيرونس حتى يطيبوا تحطوا لهم هاد لي سوريز. كما قلت لكم كل وحده تديكوري بشي اللي عندها. هنايا درت 250 غرام تاع المارغرين برك، يعني ما درتش كميه كبيره، دونك ما خرجتليش يعني كميه كبيره بزاف، ما حبيتش نكتر باسكو كنت درت دي موديل واحد اخرين للعيد، ما حبيتش ندير بزاف يعني. هنايا عندي ها زوج لي موديل، ما على باليش كيفاش يسموهم، المهم هذوك اللي يديروهم لي غاطو دي كيسات ولا ما على باليش اسمهم. المهم عندي هذوك تاع اللي يستعملوهم الحاجه معسله، نورمالمون راح نستعملهم هنايا باسكو على بالكم المشوك تاعي معسل، مي انا يعجبوني هذو اللي جايين في لو روج مع هذيك لا سوريز، جاو شابين بزاف، قلت راح نستعمل هذو خير. وتقدروا تقولوا نص الكميه درت لها هذو اللي جايين في لو روج، والنص الثاني درت له هذوك الدوغي سبيسيال تاع حاجه معسله. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع المشوك، نتمنى يكون يعجبكم. قبل ما نروح حبيت نذكركم ديروا لايك وابوني للقناه تاعي باش يلحقكم كل جديد. وما عليا نقول لكم غير تبقوا على خير، الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.